يطلع ويتكلم على المراه المغربيه بانهم كنا احنا كاملين، احنا راه ماشي كاملين فحال فحال، كاين شي دبعه البنات الله يهديهم. اخت ايه دقيقة بالله حطي ميوت دقيقة بس، عندك صوت مزعج. الصوت هذا عند مين هذا الطقطقة؟ عند ايكي. صوت ايكي. اسمع يا ايكي، اول شيء والله لا احنا اللي طيحنا في سمعة المرأة المغربية ولا احد طيح في سمعة المرأة المغربية طيحت في سمعتها وسمعة بلدها وسمعة ولد بلدها. المرأة المغربية اللي تقولي عليها هذه انت هي اللي طيحت، اللي منتشرة في جميع دول العالم. لا تستطيع الآن أي امرأة مغربية توقف قدام أي امرأة عربية، أي امرأة عربية. يعني مايا خليفة لا تستطيع المرأة المغربية أن تقف أمام مايا خليفة، عاهرة. مايا خليفة معروفة على العالم كله. لا تستطيع المرأة المغربية أن تقف أمامها وتحاججها. ليه؟ لأن مايا خليفة حتقول لها أنت أساس العهر. المرأة المغربية اللي باعت ابن بلدها عشان تأخذ الكحلوش. المرأة المغربية هي ممكن نجاوبك دابا انت كتكلم بصيغه ديال المراه المغربيه، وانت كتعمم كلشي كتقول المراه المغربيه كامله، واش فينا من الجد ديالك؟ انت تبغى تسمعي ولا لا؟ تفضل اينشتاين اعمل لايف على استودعة الله يلعنه بالطب. خلينا اخلص كلامي الله يرضى عليك، اخلص كلامي. المرأة المغربية ذي في شريفة، ما اقول لك ما في شريفة، في شريفات، لكن الأغلبية الآن اللي منتشرة في دول العالم ككل مرأة اسمها مرأة مغربية تملك الجواز السفر المغربي، تملك جواز سفر مغربي. يعني هذا يجمع للكل، هي جامعة الكل، هي اللي منزلة من قيمة ابن بلدها، تبيع ابن بلدها، أمها ترسلها تبيع ابن بلدها لجل 1000 درهم. هذه هي المرأة المغربية. إذا بتحاسبي وتسألي وتطالبي، طالبي في بنت بلادك اللي شوهت سمعتك انت وانت شريفة في عملك وفي بلدك. أنا لما يطلع واحد اليوم في أحد البثوث في بث مغربي ويقول أخوه متزوج واحدة وخلاه يتزوج أختها، والأخت دي مع عياله هو يمارس الجنس معاه عياله، يعني تصير خالتهم، وتروح هناك في فرنسا وتملكت البيت منه واخذت كل شيء وسجنته. لما نتكلم شخص زي كذا، المرأة المغربية الآن جيبي لي أي راجل مغربي لو تحطيه قدام هندي لا يستطيع. المرأة المغربية الوحيدة في العالم اللي تطلع 19 سنة في جميع دول العالم. أنا أعرف في جميع دول العالم الرجل هو اللي يطلع يدور لقمة العيش ويجيبها. هي المرأة اللي أمها ترسلها للكحلوش، اللي تقول لها فيديو من الفيديوهات موجودة الآن تقدر تخشي وتشوفيه، تكلم أمها تقول لها حسبنا الله ليش سويتي فيا كذا، كل يوم ترسلين لي واحد، كل يوم ترسلين لي واحد. أنا كنت واحد أقدر أكل الخبزة معاه وأجلس. لما تبغى تحاسبي لا تدوري الأعذار في الناس وتقولي لا تعمموا. انت اللي شوهتوا، هذول اللي شوهوا عالم. اقول لك انت مشكله. طيب ممكن ما حد يقدر يتفاهم معك. نقول لكم يجوج كلمات نهود، انا ما بغاش ندخل ما حد حيتفاهم معك. اسمعيني، نقول لك تقولي في اللي كل خلاكي لما تنزلي في اي مطار من مطارات العالم على
على طول يجيكي ويقول لك بشحال الليلة، اللي يقول لك في أي فندق ساكنة حتى لو أنت شريفة. عارفة بسبب مين؟ بسبب البطرونة بنت الساحرة اللي قاعدة تمارس الدعارة ب50 دولار وب50 درهم وب100 درهم، وقاعدة تمارس، وفي محلات المساج منتشرة في الخليج ومنتشرة في جميع العالم. هي اللي شوهت سمعتك. وانت اينشتاين تحسبني انا نسيتك؟ انا بالطب ديال امك ولد العاهرة، روح تقود وافتح لايف على السعوديات، وانت بتقدر تلقى على السعودية انها قاعد تمارس الدعارة مع الهندي ومع الباكستاني ومع الصومالي. انا عندي صوركم كاملة، واخرها الساحرة اللي اليوم فاتحة لايف وقاعدة تسحر صديقتها. شوفها يا ولد العاهرة، يا ولد الباطرونة، يا ولد الشوافة. شوف الصورة اللي ارسلت لك عقب. شوفها، يعني شوف على وداد. علاش تسحر وداد؟ الله يلعن ابو الطبود يا امك. ايش دارت كيتعاملوا مع السحر ديال انه شيء عادي. المشكله اللي كيبقى في الحاله المغرب بانه كيطلعوا بنات المغربيات ومازال كيهضروا على المغرب بصفه. شوفي زينب، انا المغربيه شكون اللي يهدر على المغرب يا زينب؟ واحنا ما كنهدر على المغرب، الشوافه احنا نهدر على القحاب نعطي بس وجهه اللي وجهه كيمارس نظر ديالي. الدعارة. اختك هي انا احبه. الله يلعن ابو الطبود ديال امك يا بنت العاهرة، يا بنت البطرونة، يا بنت الشوافة، يا بنت الخانزة والطبون المعفون وخانزة البطان. العن ابو الطبون ديال امك يا بنت العارة. انت اصلا واحدة عاهرة ساحرة بنت بطرونة بنت شوافة والحوادوا والمنقوا والتكفيت الرياضي يا بنت العاهرة. هذا اللي عندك، غير كذا ما عندك وكاين الدم والترمة تخدم يا بنت البطرونة يا بنت الشوافة. العن ابو الطبون ديال امك يا بنت العاهرة. وانتم اقحاب، وانتم اقحاب يا بنات الشوافات، يا بنات العاهرات، وانتم اقحاب من الطرف للطرف. انا اطلع بس فاتي واطلع انجيل واطلع انكم، والباقيين قحاب. الله يلعن ابو الطبون ديال امكم